خليني أبدأ معاك بسؤال بسيط بس صادق. عمرك حسيت إن اليوم بيخلص وإنت ما عملتش اللي عليك رغم إنك تعبان؟ عمرك قعدت تقول أنا ما عنديش وقت مع إنك من جوك عارف إن الوقت كان موجود بس ضاع؟ الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن مشكلتنا مش في قلة الوقت، مشكلتنا إن الوقت سايب، داخل خارج من غير نظام ومن غير قيمة حقيقية. ومع إن كلنا معانا نفس ال24 ساعة، في طالب بيستغلهم ويوصل، وطالب تاني اليوم بيجري منه وهو واقف مكانه. تنظيم الوقت مش رفاهية ومش حاجة للطلبة المثاليين. تنظيم الوقت هو الفرق بين طالب عايش طول السنة مضغوط وتعبان، وطالب تاني ماشي بهدوء فاهم هو بيعمل إيه وليه. المشكلة إن أغلبنا فاكر إن تنظيم الوقت يعني جدول معلق على الحيطة أو مواعيد متقفلة بالدقيقة، وده غلط كبير. لأن تنظيم الوقت الحقيقي بيبدأ من الدماغ مش من الورق. بيبدأ من إنك تفهم إن مش كل ساعة في يومك ليها نفس القيمة. في ساعة مخك فيها صاحي ويفهم بسرعة، وفي ساعة مخك فيها تقيل ومتعب، وفي ساعة أصلاً ضيعة مهما حاولت. الطالب الذكي مش بيذاكر طول اليوم، الطالب الذكي بيذاكر في الوقت الصح. ودي أول فكرة لازم تستوعبها قبل أي خطوة. اسأل نفسك بصراحة، إمتى تركيزي أعلى؟ الصبح، بعد العصر، بالليل؟ الإجابة دي مختلفة من شخص للتاني، ومفيش إجابة صح وإجابة غلط. الغلط الوحيد إنك تذاكر أصعب مادة في أضعف وقت تركيز عندك وبعدين تلوم نفسك. أول قرار ذكي في تنظيم الوقت إنك تحط المواد التقيلة في أقوى وقت تركيز، والمواد الخفيفة في الأوقات التعبانة. كده أنت ماشي مع طبيعة دماغك مش ضدها. بعد كده نطلع على فكرة مهمة جدا، وهي إن التخطيط اليومي لوحده متعب ومضلل، لأنك كل يوم تصحى وتسأل نفسك أذاكر إيه، وده بيستهلك طاقة قبل ما تبدأ. علشان كده التخطيط الأسبوعي أذكى وأريح. خطة بسيطة للأسبوع، مش لازم تبقى مثالية، بس تكون واضحة. أيام تقيلة، أيام متوسطة، ويوم خفيف أو راحة. والراحة هنا مش كسل، الراحة جزء من الإنتاج، لأن الطالب اللي بيذاكر من غير راحة بيكسر نفسه على المدى الطويل. تنظيم الوقت مش إنك تحشر أكبر كم مذاكرة في اليوم. تنظيم الوقت إنك تسيب مساحات فاضية، لأن المساحات دي هي اللي بتنقذ اليوم لما حاجة تتأخر أو ظرف يحصل. من أكبر لصوص الوقت في حياتنا هو التشتت. وخليني أكون صريح معاك، الموبايل مش مجرد أداة، الموبايل مصمم علشان يسرق انتباهك، وعلشان كده الاعتماد على قوة الإرادة بس فشل. الحل الحقيقي إنك تغير البيئة. لو هتذاكر بجد، الموبايل بعيد، الإشعارات مقفولة، مكان ثابت. لأن الطالب الذكي مش بيقاوم المعركة الغلط، الطالب الذكي بيقفل بابها من الأول. وبعد ما توفر بيئة هادية، تيجي فكرة إدارة الجلسة نفسها، ودي نقطة ناس كتير بتغلط فيها. مفيش حاجة اسمها مذاكرة مفتوحة بالساعات، المخ ليه حد، بعده الأداء بينزل. علشان كده نظام ال25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة من أذكى الطرق، لأنك بتدي مخك فرصة يشتغل بكامل طاقته وبترتاح قبل ما ينهار. والراحة هنا مش موبايل ولا سوشيال ميديا، الراحة حركة بسيطة، شوية مية، نفس عميق وترجع تاني. كمان من أهم أسرار تنظيم الوقت إن كل جلسة مذاكرة يكون ليها هدف واضح. ممنوع تفتح الكتاب وخلاص، اسأل نفسك قبل ما تبدأ، أنا عايز أخلص إيه؟ درس، فكرة، عدد مسائل؟ لأن الجلسة اللي من غير هدف بتخلص من غير نتيجة، وتحس بعدها إنك ضيعت وقتك رغم إنك تعبان. ومع المذاكرة لازم تفهم إن القراءة لوحدها مش مذاكرة، القراءة استهلاك، إنما المذاكرة الحقيقية تفاعل. اكتب بإيدك حتى لو هتكسل، لخص، اسأل نفسك، حول المعلومة لسؤال، لأن المعلومة اللي ما عدتش على إيدك غالبا مش هتفضل في دماغك، وده بيوفر وقت ضخم كنت هتضيعه في إعادة المذاكرة من الأول. جزء مهم جدا في تنظيم الوقت إنك تختبر نفسك بدري، ما تستناش الامتحان يختبرك. اقفل الكتاب واسأل نفسك فاكر إيه ومش فاكر إيه، كده أنت بتوفر وقت كبير بدل ما تذاكر كله بنفس القوة. ومع كل ده لازم تكون فاهم إن الكمال فخ، مفيش جدول بيتنفذ 100%، ومفيش يوم من غير تقصير. الفرق الحقيقي بين طالب وطالب مش مين بيغلط أقل، الفرق مين بيرجع أسرع. اللي يجلد نفسه على كل غلطة بيكره المذاكرة، واللي يتعلم ويرجع بيكسب على المدى الطويل. ونيجي بقى لأهم نقطة في تنظيم الوقت كله، النقطة اللي لو عملتها كل اللي فات هيشتغل. قبل ما تنام ب5 دقايق بس راجع يومك، عملت إيه، ضاع إيه، هتظبط إيه بكرة. ال5 دقايق دول بيخلوك تصحى وانت عارف هتعمل إيه بدل ما تبدأ اليوم تايه. وده مش كلام تحفيزي، ده تدريب للعقل على التنظيم. في الآخر لازم تفهم إن تنظيم الوقت مش إنك تعيش مضغوط، تنظيم الوقت إنك تعيش هادي، عارف إن لكل حاجة وقتها، وعارف إنك بتتحرك لقدام حتى لو بخطوات بسيطة. ما تستناش الحماس، الحماس بيجي ويروح، إنما النظام هو اللي بيكمل. ابدأ بخطوة واحدة، غير حاجة واحدة بس من بكرة، ومع الوقت هتستغرب إزاي كنت عايش من غير نظام. ولو وصلت لحد هنا افتكر دايما إن وقتك هو أغلى حاجة عندك، والطالب اللي يحترم وقته الدنيا كلها بتيجي معاه.